عبد الرحمن صاحبي يا جماعه ما شاء الله عليه، عرض صدره ما يجيش 20 سم. قلت له تعالى يا عبده اما اكلك اكله تقوم بقى عظمك كده، يمكن البونه ينفخ في صوتك وصدرك ده يوسع شويه. رحنا عند ملك الرنجه، قلت له انا عايز اكله فسيخ ورنجه ما حصلتش ولا هتحصل بعد كده اصلا. قال لي سيب لي نفسك خالص ومالكش دعوه. مفيش 10 دقايق ولقيت الاكل نازل، فاتفرج بقى كده على نازل لي ايه. شويه سمبوسه كده معموله بالرنجه، شويه بطاطس كده بيتي، اتفرج على نازل شويه سلطه كده طماطم مع بصل مع ليمون لزوم الشغل. دي رنجه معموله على الفحم. دي الفسيخيه بقى اللي انا طلبتها لنفسي. بص بقى اللي جاي ده، دي بقى اسمها رضعه رنجه كده معموله في البطاطس بتاعتها في زبده كده، في حاجه جامده موت. قلت له انا هجرب وبما يرضي الله. الاكل عجبني قسما بالله، اقول عجبني. ما عجبنيش الفيديو ده مش هينزل خالص. قال لي تمام. فبما انك بتتفرج على الفيديو ده اعرف ان الاكل كان تحفه. الفسيخ يا جماعه في عالم تاني. انا عارف ان في ناس كتير ما بتحبوش، بس الناس دي اكيد ما جربتوش من هناك. حاجه تانية خالص، انت بتاكل زبده مش بتاكل فسيخ. قسما بالله حاجه، احسن فسيخ كلته في حياتي كان هناك كده. بعدها بقى سبت الفسيخيه